صديقي الصدوق، عامل ايه يا صديقي؟ ازيك وازاي عيالك؟ هيا بينا نبدأ الفيلم ام سنرغي كتير. بيبدأ الفيلم في مدينة تكساس سنة 1939 مع طفل اسمه برنارد اللي بيكون من اصحاب البشرة السمراء، وبيكون قاعد بيمسح الاحذية قدام اكبر بنك في المدينة، وبيكون قاعد برنارد ومركز جدا مع الكلام اللي بيسمعه من رجال الاعمال والمستثمرين الاغنياء اللي بيلمع لهم جزمتهم، وبيدون كل الكلام اللي بيقولوه واللي بيسمعه منهم في المفكرة بتاعته، علشان بيكون عنده فضول يعرف ازاي الناس الاغنياء واللي معظمهم من اصحاب البشرة البيضاء بيقدروا يجمعوا فلوسهم ويبقى عندهم املاك كتير قوي كده. وفي يوم بيشوفوا حارس البنك وهو بيتصنت من الشباك على الموظفين وبيكتب في المفكرة بتاعته، فبيمسكوا وبيزعقوا لانه فاكر انه بيتجسس عليهم لصالح حد او بيوصل معلومات وكده. نرد انه يجري ويهرب منه. بعدها لما بيعرف ابوه باللي حصل بيكون خايف عليه جدا، علشان البيض لو عرفوا انه بيتجسس عليهم ممكن يقتلوه، وبيقول له ما يعملش كده تاني. لكن بيحاول برنارد يقنعه انه بيعمل كده علشان عاوز يبقى غني زيهم. وابوه لما بيشوف المفكرة بتاعته بينبهر بموهبته وطريقة تفكيره وحساباته وكده، لكن بيقول له تحقيق حلمك صعب علشان انت مش ابيض زيهم، والبيض مش بيسمح للسود انهم يبقوا اغنياء. لكن برنارد بيكون واثق انه هيحقق حلمه، وبيقول لابوه ممكن يحقق حلمه ده لو اتنقل من تكساس وراح مدينة تانية. وبعد كده بتمر السنين وبرنارد بيكون كبر وبيتجوز فتحية دي وبيكون خلف ولد، وبيكون بيتنقل هو وعيلته لوس انجلوس سنة 1954، وبيقعد بشكل مؤقت في بيت ديكن اللي هو بيكون عم مراته فتحية، وبيعرض عليه انه يقدم على وظيفة في شركة طيران، وبيقول له انه ممكن يساعده ويجيب له مقابلة وكده. لكن برنارد بيقول له انا جاي هنا علشان استثمر في مجال العقارات، فبيسخر ديكن منه وبيضحك بصوت عالي، وبيقول لفتحية انا ما كنتش اعرف انك متجوزة مليونير. فبتقول له احنا عاينين مبلغ علشان نبدأ بيه مشروعنا ونشتري بيه عقار ونأجره. فديكن بيستفز برنارد اكتر وبيقول له انت كده هتخسر الفلوس اللي عاينها، وساعتها مش هتبقى قادر تدفع حتى تمن الايجار اللي هتعيش فيه. فبرنارد ما بيقدرش يتحمل سخافته وكلامه المحبط، فبيستأذن ويقوم. بعدها مراته فتحية بتروح وراه وبتقول له انا واثقة فيك انك عبقري وانك هتغير حياتنا ونمشي من عند عمي في اسرع وقت. بعد كده بيبدأ برنارد انه يدور على كل العقارات المعروضة للبيع في المدينة ويكلم اصحابها ويعرف اسعارها، فبيلاقي مبنى سعره مناسب بالنسبة للمبلغ اللي معاه، لكنه بيكون محتاج تصليحات كتير، فبيقرر يشتريه. ولكن بتكون فيه مشكلة انه بعد ما يشتريه مش هيكون معاه فلوس يجدده ويدفع ثمن التصليحات اللي محتاجاها الشقق اللي في المبنى. فتحية بتعرض عليه انه تعرفه على مستثمر يشاركه، فبتروح تعرفه على جو بيكون راجل غني من اصحاب البشرة السمراء. لكن برنارد مش بيحس براحة لما بيتكلم معاه، وبياخد انطباع عن جو انه مستهتر ومش مسؤول علشان بيهزر طول الوقت، وبيحس انه مش هيقدر يثق فيه ويشاركه. فبيخرج من عنده وهو متضايق وبيقول لفتحية انا مستحيل اشاركه. وكده الحل الوحيد انه يروح لباركر صاحب المبنى اللي هيشتريه ويحاول يتفاوض معاه علشان يقلل المبلغ اللي هيدفعه علشان يوفر شوية فلوس لتصليح المبنى. بعدها بيروح برنارد فعلا يتكلم مع باركر وبيحاول يقنعه انه يقلل المبلغ اللي طالبه، وانه لو قدر انه يصلح المبنى هيجذب المستاجرين وهيدفعوا فلوس اكتر، ووقتها هيدفع له باقي فلوسه. لكن باركر ما بيقتنعش بكلامه وبيقول له المستاجرين عمرهم ما يدفعوا اكتر من كده. فبرنارد بيفهمه وجهة نظره وبيقول له انهم هيغيروا طبقة الناس اللي مأجرين لهم وهيأجروا لطبقة اعلى زي المحامين والدكاترة اللي عايزين يحسنوا من عيشتهم ويسكنوا في اماكن ارقى واحسن، ودول ما عندهمش اعتراض يدفعوا اكتر لان ده هيناسب دخلهم. وبرنارد بيقول له لو وافقت هنعتبر ان ده استثمار مع بعض وهما الاتنين هيكسبوا. وبالرغم من ان باركر معجب بحماسه وتفكيره لكن مش بيوافق، لان بيكون جاي له عرض من شخص تاني بمبلغ اكبر وكمان هياخد فلوسه كامله مكمله يا صديقي. برنارد مش بييأس برضه، فبعدها بيقرر يروح للبنك اللي باركر بيكون من اهم العملاء فيه علشان يطلب قرض. لكن الموظفين بيتعاملوا معاه بعنصريه بسبب لون بشرته ومش بيوافقوا انه يقابل ريد مدير البنك، وبتكذب عليه الموظفه وبتقول له انه مش موجود. فبيخرج برنارد بعدها من البنك وبيفضل واقف مستنيه بره لغايه ما بيخلص شغله علشان يتكلم معاه. بعد شويه بيخرج ريد ولما بيشوفه بيقول له انه ما يعرفش يتكلم معاه جوه للسبب اللي هما الاثنين عارفينه اللي هو العنصريه يعني، وعلشان كده اضطر انه يستناه علشان يوافق انه يديله قرض علشان يشتري بيه عقار من باركر. وبيجي الليل وبيتفاجئ برنارد ان باركر بيتصل بيه وبيقول له ان مدير البنك كلمه وقال له على طلبه، وبالرغم من ان ده بيكون ضد القوانين انه يستخدم اسمه من غير علمه الا انه بيوافق وبيبلغ برنارد انه يقابله الصبح في البنك علشان يمضوا العقد وياخد القرض، وبيعرفوا ان الحاجه الوحيده اللي خليته يوافق هو اصراره انه يشتري المبنى، وبيكون معناه انه واثق من فكرته ومن مكسبه، وعلشان كده هو اللي كلم البنك وخلاهم يدوا القرض وهو هيكون الضامن ليه كمان. وبيكون برنارد مصدوم ومش مصدق نفسه لانه اخيرا هيبدا يحقق اول خطوه في حلمه. بعدها بيروح يسهر مع مراته فتحيه وبيحتفلوا، وهناك بيقابل جو صاحب البشره السمراء الغني، وبيقول له انا عارف انك طموح وذكي ولو احتجت اي حاجه تعالى لي عشان بحب اشوف اللي زيك ينجحوا. وبيحذره من باركر عشان برنارد لو ما وفاش بوعده وقدر انه يأجر البيت بسرعه اكيد هيأذيه. فبيتضايق برنارد من كلامه وبيفكر فيه، فعلشان كده ما بيضيعش وقته وبيبدأ على طول في تصليح المبنى بمساعده ابن عم فتحيه. وصاحبه مات، مش الله يرحمه يا صديقي، لا هو اسمه كده مات. وبيتفق معاهم برنارد انهم هيشتغلوا معاه بمقابل مادي. وبتشوفهم واحده من المستاجرين وبتقول لبرنارد انه يبلغ باركر انها مش هتدفع فلوس زياده في الايجار. فبرنارد بيقول لها انه اشترى المبنى من باركر اصلا، لكنها ما بتصدقوش وبتقول له المبنى ده للبيض بس، ولا تعبانه يا صديقي، وبتقول له انه مستحيل واحد زيه يبقى معاه فلوس يشتري بيها. فبيتبلغ
وبيبلغ عنه الشرطة، ولما بيوصلوا بيديهم برنارد نسخة من الورق اللي بيثبت ان هو صاحب المبنى. لكن الشرطة نفسها برضه بتتعامل معاه بعنصرية وبيقولوا له يتعامل مع جيرانه بطريقة كويسة وبيسيبوه بيمشوا. وبعد فترة بيتنقل برنارد مع عيلته، بياخدوا الشقة في المبنى وبيسكن فيها، وبيتضايق من كده المستأجرين البيض ومش عايزينه يكون جارهم. ومع مرور الوقت بيقدر برنارد انه يأجر كل الشقق الموجودة في المبنى، وبيرجع لباركر كل فلوسه في وقت قصير، وبيثبت نجاحه للكل. فباركر بيعجب بيه اكتر وبيعرض عليه انه يشاركوا ويستثمروا مع بعض في العقارات، والمكسب ينقسم بينهم بالنص، لكن بشرط تكون مهمته انه يتكلم مع العملاء في التليفون بس. وقت العقود باركر يكون الواجهة بتاعتهم ويحضر كل الاتفاقيات، لان الناس مش بتحب تتعامل مع برنارد علشان لون بشرته سمراء. ومن غير تفكير بيوافق برنارد طبعا. بعد كده بيروحوا يشتروا عقارات قديمة ويجددوها ويستثمروا فيها ويأجروها، لحد ما بيكون برنارد شريك مع باركر في 12 عقار، وبيكبر راس المال بتاعهم. بعدها على طول بيشتري برنارد بيت كبير ليه ولعيلته وبينقلهم فيه، وبيوريه الفتحية وبيعجبها، ولكنها بتفتكر انه مأجره. ولما بتعرف انه اشتراه وكتبه باسمها بتفرح جدا، لانه قدر تشجيعها عليه ووقوفها جنبه لما ما كانش معاه فلوس. فتحية دي مثال للزوجة الصالحة يا صديقي، يا رب تتجوز واحدة زي فتحية وما تدعيش عليا. المهم بعد فترة بتحصل حاجة مش متوقعة بتقلب كل حسابات برنارد، لما بيعرف ان باركر مات وزوجته عايزة تنهي الشراكة بينهم، وبتعرض على برنارد انها تشتري نصيبه بمبلغ قليل جدا، وبتستغل ان اسمه مش موجود في اي عقد بينه وبين جوزها باركر، وده كان اتفاقهم انه ما يظهرش في العقود والاتفاقيات. برنارد بيكون مصدوم من اللي بيحصل وبيحاول يقنعها انها تكمل الشراكة معاه بدل جوزها، لكنها بترفض وبتقول انها ما بتحبش تتعامل مع السود، وبتنصح انه يقبل المبلغ اللي عرضته عليه بدل ما ترفع قضية وما يعرفش يثبت حقه فيها، وساعتها مش هيقدر ياخد اي حاجة. ولما برنارد بياخد رأي المحامي بيقول له الحل الوحيد ان يكون في شاهد على الشراكة علشان يثبت حقه. فبيفتكر ريد مدير البنك اللي اداله القرض وعارف كل الشغل بينه وبين باركر، لكن لما بيروح البنك ريد بيرفض انه يقابله. وساعتها برنارد بيعرف انه مش هيشهد معاه وهيقف مع مرات باركر اللي كان عامل في البنك بتاعه. وبتجيله فكرة عبقرية قوي يا صديقي، انه لو قدر يشتري المبنى اللي فيه البنك وقتها البنك مش هيرفض انه يديله قرض، وهيكون عامل عندهم كمان زي مرات الحاج بركة اللي هو باركر يا صديقي. بعدها بيفتكر جو اللي فتحية عرفته عليه علشان يشاركه وهو ما كانش موافق وقتها، فبيروح له بيعرض عليه فكرته وبيحكي له عن المشكلة اللي هو واقع فيها، وبيقنعه انه يشاركوا ويشتروا مبنى البنك. فبيعجب جو بحماسه وبيوافق بشكل مبدئي، وبيقول له انهم مش هيوافقوا يبيعوا لهم المبنى علشان سود. فبرنارد بيقول له انه كان عامل حسابه وعنده حل للمشكلة دي، وهي انهم يتفقوا مع مات عامل البنا اللي بيشتغل معاه انه يكون هو الواجهة بتاعتهم علشان ابيض. بعدها بيقرروا يروحوا يقابلوه وبيوافق، لكن جو ما بيكونش مقتنع بيه وبيقول له انه جبان ومش هيعرف يعمل اللي هم عايزينه. فبرنارد بيطمنه وبيقول له انهم هيدربوه على كل حاجة وهيغيروا شكله ولبسه، والاهم من كل ده انه واثق فيه. بعدها بيعلم برنارد انه يحسب بسرعة وازاي يقنع اللي قدامه انه يشتري باي مبلغ هو عايزه، وبيعلموه برضه لعب الجولف وازاي يلبس كويس لحد ما بيكون جاهز. وقبل ما يروح يقابل صاحب المبنى بيعرف برنارد معلومات عنه انه اطول مبنى في المدينة، وجو بيعرف له كل مواعيده في الاماكن اللي بيخرج فيها، وبيرتب له ميعاد في النادي اللي مشترك فيه علشان يتعرف عليه. وبيقابله مات اكتر من مرة في النادي وبيلعب معاه الجولف اللي اتعلمه من برنارد وجو. وفي مرة وهم قاعدين بيتعرفوا على بعض اكتر بيقرر يعرض عليه انه يشتري منه المبنى، وبرنارد بيعرفه هيقنعه ازاي، ويحسب قدامه كل حاجة بسرعة علشان صاحب المبنى يصدقه ويثق فيه، وبيقول له انه مستحيل يحسب كل ده، فبيضطر انه يحفظ الارقام. وبعدها بيقعد مات مع صاحب المبنى وفعلا بيقدر انه يقنعه زي ما برنارد علمه بكل سهولة، وبيوافق فعلا يبيع المبنى. وبكده بيقدر برنارد انه يتملك المبنى، وبيقدم برنارد وجو نفسهم للمستأجرين على انهم شركاء لمات. ومع الوقت بتتطور الشراكة بتاعتهم وبياخدوا قروض وبيشتروا مباني كتير وبيأجروها. وبعد فترة بيرجع برنارد لتكساس وبيقابل ابوه وبيقول له انه فخور جدا باللي حققه. وتاني يوم برنارد بياخد ابنه وبيفرجه على المدينة اللي ابوه اتولد، وبيروح يقف قدام البنك اللي كان بيمسح الجزم عنده لما كان طفل، وبيلاقي هناك طفل قاعد في نفس المكان وبيعمل نفس اللي كان بيعمله برنارد زمان. وبيسأله برنارد بكام، وبيصدمه رده لما بيقول له انه بيلمع الاحزال البيض بس. فبيعرف برنارد وقتها تكساس ما اتغيرتش بعد كل السنين دي، ولسه العنصرية موجودة حتى عند الطفل الصغير. فبيقعد مع نفسه وبياخد قرار مهم انه يشتري البنك اللي كان بيشتغل قدامه، وبيروح لجو علشان يقنعه، بيقول له انه عايز يشتري البنك ده بالذات علشان يثبت للناس في تكساس ان السود زيهم زي البيض بالظبط، بيقدروا ينجحوا ويكونوا اثرياء، وكمان وقتها يقدر يساعد ناس من السود ويديهم قروض. لكن جو بيرفض لان الوضع في تكساس مختلف عن لوس انجلوس وممكن يواجهوا مشاكل كتير. فبرنارد بيقنعه ان مات هيساعدهم زي ما ساعدهم قبل كده وهيدوا له فلوس اكتر علشان يوافق. وفعلا بيقنعوا مات يروح لتكساس وبيمثل انه شريكهم، وبيقدر يقنع صاحب البنك انه يشاركهم، وبيشتري 80% من البنك وال20 التانية بتفضل ملك لروبرت ابن صاحب البنك. وبيفرح برنارد جدا وبيبدأ يخلي مات يوافق على قروض لاصحاب البشرة السمراء علشان يعملوا مشاريع وبالمرة يحسنوا من دخلهم ويعيشوا احسن. ودي بتكون اول مرة بنك تكساس يوافق على قروض للسود بعد ما كان ممنوع انهم يدخلوا البنك اصلا الا لو كانوا خدم او سواقين للناس البيض. ومع الوقت روبرت ابن صاحب البنك بدأ يشك في مات بسبب زيادة عدد القروض الكبيرة اللي بيقرض بها الناس. بعدها لما بيراقب مات بيعرف انه بيقابل برنارد وجو باستمرار، وبيكتشف انهم اصحاب البنك الحقيقيين وان مات
مجرد واجهة ليهم. ولما بيروح يواجههم في المكان اللي بيتجمعوا فيه وبيكون متضايق جدا من اللي عملوه، وبيقول لهم انهم نصبوا عليه علشان ما قالوش له الحقيقة من الاول، وبيعرف ان في عملاء عملوا بلاغات ضدهم بسبب القروض اللي بيدوها للسود، وفي لجنة مشرفين هيجوا بعد شهر علشان تحقق في الموضوع، ولو اكتشفوا الحقيقة العملاء البيض هينسحبوا والبنك هيخسر ويفلس، وبيسيبهم يفكروا في حل للمشكلة اللي عملوها وبيمشي. فبرنارد بيقول انهم لازم يوقفوا القروض اللي بيدوها للسود الفترة دي لحد ما يفكروا في حل. فمات بيقترح عليه انهم يشتروا بنك جديد وينقلوا فيه كل العملاء السود اللي واخدين القروض لحد ما يخلص الفحص، وساعتها هم مش هيلاقوا حاجة. لكن برنارد وجو ما بيكونوش متحمسين للفكرة لان مفيش وقت عندهم انهم يديروا البنك الجديد. فمات بيستغل الفرصة وبيقول لهم يخلوه شريك فعلي في البنك الجديد. فبرنارد بيرفض وبيقول له ده صعب علشان ما عندوش الخبرة الكافية على انه يدير بنك زي ده. فبيهددهم مات انهم لو ما فقوش هيعمل لهم مشكلة وهينسحب من كل العقود اللي مضاها ليهم ومش هيكون معاهم في اي شغل تاني بعدها. فبيتضايق جو جدا وبيلوم برنارد انه ما كانش مطمن اللي مات من البداية، وهو اللي اداله ثقة كبيرة وطلع ما استحقهاش. وفي النهاية بيضطروا يوافقوا ويشتروا له البنك الجديد. وفي يوم بيجي تفتيش مفاجئ للبنك الجديد ده وشكلها كده بتبقى فتحة خير عليهم. ومات بيبلغ برنارد انهم هيجوا بعد ساعات علشان يفحصوا القروض. فبيقرر برنارد وجو انهم يروحوا البنك بسرعة علشان يساعدوه، لكن علشان يقدروا يدخلوا البنك اصلا لازم يلبسوا لبس عمال نظافة. لكن فتحية لما بتشوفه بتقول له انت كده بتهين نفسك. فبرنارد بيقول لها انه مضطر ولازم يساعد مات علشان البنك الجديد ما يخسرش. وبيروح جو وبرنارد البنك وفي نفس الوقت بتيجي لجنة الفحص وبيكتشفوا ان في مخالفات كتير في القروض. ومات ساعتها ما بيعرفش يرد عليهم في اي تفاصيل بيسألوه فيها لانه ما بيكونش فاهم اي حاجة ومتوتر جدا. بعدها بيروح الحمام وبيكون برنارد وجو مستنيينه علشان يساعدوه، وبرنارد بيتفاجئ انه عمل كل الاخطاء دي في القروض. فمات بيقول لهم انه ما كانش فاهم واستعان بروبرت علشان يساعده، ووقتها بيعرفوا ان روبرت كان قاصد انه يوقعه في الاخطاء دي، وكمان مش بعيد ان يكون هو اللي مبلغ عنهم لجنة الفحص لانه ما بيحبهمش وعايز ينتقم منهم على اللي عملوه معاه. وبيتعصبوا على مات بسبب اللي عمله، وبيقولوا له انه يركز مع روبرت في البنك التاني ويحاول يقنع العملاء الباقيين انهم ما يلغوش القروض بتاعتهم. لكن تاني يوم بيعرفوا ان مات باع القروض الخسرانه اللي عليها مخالفات لبنك تكساس علشان ينقذ البنك الجديد اللي مكتوب باسمه. وبعدها بسرعه بيروح جو برنارد للبنك تكساس ومش بيبقوا مصدقين انه عمل كده، وبيقولوا له انه كده هيقفل البنكين. فمات بيقول لهم انه اجراء مؤقت وهيرجع كل حاجه زي ما كانت. وقبل ما يخلصوا كلامهم بيوصل مسؤولين من مكتب المراقبه وبيقفلوا البنك المات علشان اللي عمله كان مخالف للقانون وهو ما كانش عارف كده. وفي لحظتها بتوصل الشرطه وبيقبضوا على مات وبرنارد وجو. وفي التحقيقات الضابط بينصح مات انه يقولوا قدام المحكمه ان جو وبرنارد هم اللي عملوا كل حاجه وهم اللي ورطوه معاهم، وهو كان بيسمع كلامهم علشان كان عايز الفلوس، وبكده التهمه هتثبت عليهم وهو مش هيتحبس. ومات لما بيقعد مع نفسه بيفكر فبيوافق وبيقول الكلام في جلسه الاستماع في المحكمه. وبرنارد قبل الجلسه بتاعته بينصحه الضابط اللي بيحقق معاه انه يعترف انه كان غلط وجمع فلوسه بالنصب والغش، وان البيض هم اللي دعموه وساعدوه علشان يوصل لكل اللي هو فيه. وبتيجي جلسه الاستماع بتاعته بيقول لمراته فتحيه انه كان معاه حق لما حذرته انه يشتري البنك الجديد، وجو كمان كان صح لما قال له انه هيدخل في مشاكل كبيره. ففتحيه بتقول له انه طول عمره مميز وما يندمش على اي حاجه عملها، ويبص للموضوع من جنب تاني وان ممكن يكون ده حصل علشان يدافع عن نفسه قدام كل الناس ويسلط الضوء على العنصريه اللي بتحصل. وبيفكر برنارد في كلامها لما بيدخل جلسه الاستماع، وبيقرر انه ما يتكلمش على الاخطاء اللي عملها في القروض، وبيقول لهم انه عارف ان الجلسه دي معموله علشان ما ينفعش اتنين سود يتملكوا بنكين، وده السبب الاساسي انهم عايزين يحاكموه. فبيحاول القاضي انه يقاطعه ولكن برنارد بيكون متعصب وبيكمل كلامه عن العنصريه اللي بيتعرضوا ليها من يوم ما اتولدوا. وبيقول لهم انه لو كان مسموح لهم كمواطنين سود ياخدوا قروض من البنك ويبداوا بيه مشروع صغير ما كانش هيضطر انه يعمل كل ده. وبتحصل فوضى كبيره في القاعه وبتصوروا الصحافه، فبيضطر القاضي انه ينهي الجلسه. وبعدها بتحكم المحكمه على جو وبرنارد بالسجن لمده 3 سنين بتهمه اهدار اموال البنك والغش والتزوير، وبيحجزوا على كل ثروتهم وبيصادروا العقارات بتاعتهم. ومن اصل 177 مبنى كان بيمتلكهم برنارد ما تبقاش الا مبنى واحد اللي كان كاتبه لفتحيه مراته. واخيرا بعد 3 سنين بيخرجوا من السجن وبتستقبلهم يونس مرات برنارد اللي كنت عمال بقول عليها فتحيه يا صديقي، اسمها يونس. وبيقول لها برنارد انهم هيسافروا لجزر البهاما، وبيحكي لها انه قبل الحكم مات اتصل بيه وقال له ان المكتب الفيدرالي عايزه يشهد ضدهم ولو ما وافقش هيسجنوه 50 سنه ومش عارف يعمل ايه وكده. ووقتها عمل معاه اتفاق انه يوافق بشرط انه يقدم له خدمه ويشتري له بيتين قبل ما الحكومه تحجز على فلوسه. وبعد كده بيقرر برنارد وجو انهم ينقلوا حياتهم لجزر البهاما ويبداوا يستثمروا في العقارات من اول وجديد. وبعد فتره بيرجعوا تاني لامريكا وبيكونوا قدروا يجمعوا ثروه جديده. وبنعرف انه بعد شهاده برنارد في المحكمه اصدرت الحكومه قانون الاسكان العادل سنه 1968 اللي بيجرم رفض بيع او تاجير عقارات للسود وبينص على المساواه بينهم في السكن. وبكده الفيلم خلص. اللي كتب الفيلم ده انا، واللي سجله انا، واللي منتجه انا، واعوذ بالله من كلمه انا يا صديق. ما تنساش الاشتراك واللايك وكومنت حلو تشجعني فيه، وشير بقى لو حبيت، واشوفك الفيديو الجاي بالسلامه.